مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والذي نستهلها باهم وابرز العناوين. تنظيم ورشة عمل لبحث برامج الرعاية الاجتماعية في البلاد. مؤسسة الغلال والمواشي تقدم الدعم للمزارعين. تنظيم سمينار لمكافحة مرض السل في تارونا. سقوط العشرات في ضربة إرهابية جديدة بغرب أفريقيا. أمين عام حلف الأطلسي يحذر من التهديد الروسي. بوتين ورئيس كازاخستان الجديد يبحثان الشأن الدفاعي. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. عقدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي ورشة عمل في 4 أبريل بأسمرة لبحث الدراسة المعدة على مستوى البلاد حول أوضاع الرعاية الاجتماعية وعدد المستفيدين منها ونوعية الدعم المقدم، إضافة إلى المصاعب التي يتعرض لها المستفيدين. وأوضح المدير العام لقسم الضمان الاجتماعي السيد محرة آف السهية في افتتاح الورشة أن برامج الرعاية الاجتماعية المنفذة في السنوات ال25 الماضية وعددها وانتشارها وجوانب القصور والمميزات لم توثق بطريقة واضحة ومنظمة، وأن الدراسة جرت لسد هذه الثغرة. وقال أن الورشة هدفها إثراء الدراسة المعدة بمشاركة مؤسسات الحكومة والاتحادات. وأوضح معد الدراسة في الشرح الذي قدموه عن إطلاق 109 برامج رعاية اجتماعية من عام 1992 وحتى عام 2017، ويوجد 84% منها قيد التنفيذ، ولم تستمر 12% من البرامج لمختلف الأسباب. كما بلغت المصرفات حوالي 21 مليار و700 مليون نقفة. وأوضح المشرفون على الدراسة لوكالة إيرينا أن الرعاية الاجتماعية ترتكز على مبادئ وسياسة الحكومة الأساسية لإحلال العدالة الاجتماعية، وبالرغم من أن مبادرات حل المشكلات الاجتماعية في البلاد أساسها المجتمع، إلا أن المشكلات الكبيرة تحتاج للمشاركة الحكومية. وقدم المشاركون في الورشة الآراء حول الدراسة المقدمة، كما تم التوصل إلى تفاهم لإعداد وثيقة تضع في الاعتبار الآراء المقدمة ونشرها. وشارك في الورشة وزير العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول جبرآب، ومندوب صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة في إريتريا السيد بيير نوغوما، وممثلي مختلف الوزارات والاتحادات. أشارت مؤسسة المواشي والقلال في الاجتماع الذي عقدته بأسمرة في 4 أبريل الجاري إلى تقديمها الدعم والخدمات للمواطنين في كافة أنحاء البلاد قبل حلول موسم الأمطار للمساعدة في زيادة الإنتاج الزراعي. وأوضح المدير العام لمؤسسة المواشي والقلال الرائد كبراب أبراهام في الاجتماع الذي حضره حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي، والأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط السيد يوسف سائق، والمسؤولون والمزارعون المعنيون أن المواد التي تستوردها الحكومة بالعملة الصعبة مثل السماد والآليات الزراعية الحديثة والبذور المحسنة والمبيدات الزراعية وغيرها جاهزة لتوزيعها مجانا على المزارعين لرفع الإنتاجية، ويتوقع من المزارعين بيع منتجاتهم للشعب مباشرة بأسعار مناسبة. وقال أن المواد المقدمة مجانا للمزارعين تهدف لرفع الإنتاجية باستخدام التقنية الحديثة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم التوجه نحو التصدير، موضحا بأن الحكومة ستقدم خدمات نقل المنتجات الزراعية والماشية والخضر والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم لمختلف أسواق البلاد، وسيبدأ العمل في إرساء مصانع إنتاج العلف الحيواني وغيرها. وأشار الرائد كبرآب المدير العام لمؤسسة المواشي والقلال إلى أن الحكومة ظلت تدعم الأنشطة الزراعية للمزارعين، إلا أن المنتجات الزراعية لم تكن تصل إلى المستهلك بالمستوى المأمول بسبب المضاربات الموجودة في الأسواق. ولحل ذلك يجرى العمل لإيصال المنتجات الزراعية مباشرة من المزارعين إلى المستهلك، وسيجري التقييم والرقابة على الخدمات المقدمة. كما قدمت في الاجتماع بعض الاستفسارات والآراء المتعلقة بإنجاز البرنامج الموضوع هذا، وقد علم بأن لقاءات مماثلة ستعقد في الأيام القادمة بجميع الأقاليم. نظم مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي سمينارا في تارونا لمكافحة وعلاج مرض السل،
وقدمت منسقة السيطرة على مرض السل في المكتب السيدة لملم هبتي شرحا عن أسباب وتأثير مرض السل، موضحة بأن هذا المرض الخطير يصيب الرئة بنسبة 80% وكذا 20% من أجزاء الجسم الأخرى، داعية المجتمع لزيادة وعيه بالمرض والقيام بالمتابعة اللازمة. من جانبها أوضحت مسؤولة المعلومات الصحية والتوعية في مكتب وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي الممرضة بلة إيش جبر أب أن مرض السل يمكن علاجه بتناول الدواء المستمر ل6 أشهر، وأن عدم تناول الدواء يؤدي لاستفحال المرض وانتقاله إلى الآخرين، ويجب على أي شخص يصاب بالسعال لأكثر من 3 أسابيع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتعرف على حالته الصحية. عقد الإريتريون المقيمون في ميونخ الألمانية وكاتانيا وتيرامو ونابولي الإيطالية وجوبا بجنوب السودان سمينارات حول أوضاع البلاد الراهنة. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس ولدو في السمينار الذي عقد بميونخ أن السلام بين إريتريا وأثيوبيا والتنسيق الإقليمي الذي جاء بعده هو نتاج التصدي والصمود القوي والحنكة السياسية للشعب الإريتري، داعيا المواطنين لتمتين صفوفهم ومساهمتهم الواعية لفعالية المرحلة الجديدة. كما أكد مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية سيد كحساي تولي على قدرة الشعب الإريتري الذي تجاوز التحديات السابقة في صنع المعجزات خلال مرحلة التنمية الوطنية. وفي ذات السياق قدم توضيحا في السمينار الذي عقد للإريتريين المقيمين في مدن كاتانيا وتيرامو ونابولي الإيطالية حول العدائيات التي واجهتها إريتريا خلال نصف القرن الماضي والتصدي القوي للشعب الإريتري ومرحلة السلام الراهنة، وكذا دور المواطنين في برامج التنمية الوطنية. وفي سيمينار مماثل عقده الإريتريون المقيمون في جوبا، أوضح سفير إريتريا في جوبا سيد يوهانس تخل ميكائيل تطورات الأوضاع التي أعقبت إعلان السلام الإريتري الأثيوبي والمسؤولية المرحلية للمواطنين عامة والمقيمين في المهجر خاصة. وقال أن إريتريا تعمل على منح الأولوية للدفع بالتعاون القائم في القرن الإفريقي. كما بحث السيمينار أهمية وجود مبنى يضم مكاتب السفارة والجالية والاتحادات الوطنية وكذا الجهود الجارية لتحقيق ذلك. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قتل 62 شخصا في بلدة أربيندا في شمال بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي ما بين يومي الأحد والثلاثاء في هجوم إرهابي عقبته صدامات إثنية بحسب ما أعلنت عنه السلطات. وقال وزير الإدارة المحلية سيمون سوادوغو أن المسلحين طاردوا الناس وارتكبوا مجازر، كما خطفوا 9 أشخاص ما زالوا يحتجزونهم، حيث هاجم مسلحون قرية همكان الواقعة على بعد 7 كيلومترات عن بلدة أربيندا وقتلوا شيخ القرية وابنه البكر وابن أخيه. وأرسلت السلطات تعزيزات أمنية إلى أربيندا في محاولة منها لإعادة الهدوء. وتأتي هذه الصدامات الدامية بعيد أيام من مقتل حوالي 160 شخصا من إثنية الفولاني في مذبحة وقعت في 23 من مارس بمالي المجاورة. هذا وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات إرهابية تتزايد وتيرتها وتشتد دمويتها، حيث امتدت إلى مناطق عدة علاوة على العاصمة، مما أجبر ذلك السلطات على إعلان حالة الطوارئ في 6 من المناطق 13 في البلاد. حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بينس ستولتنبرغ في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي من التهديد الذي تشكله روسيا للحلف، بما في ذلك انتهاكاتها لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. واستغل ستولتنبرغ خطابه أيضا للدفاع عن أنجح تحالف في التاريخ والذي كثيرا ما سخر منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال أعضاء الكونغرس الذين حيوا ستولنبرغ بالهتاف والتصفيق أنهم اعتبروا خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشيوخ فرصة لمعاودة التأكيد على الالتزام الأمريكي تجاه حلف الأطلسي. هذا والتقى ستولتنبرغ مع ترامب الذي قال أن ضغوطه على دول الحلف لتحمل المزيد من تكاليفها الدفاعية يزيد مساهمات تلك الدول بعشرات المليارات من الدولارات، إلا أن الحلفاء ربما يتعين عليهم زيادة ميزانياتهم بشكل أكبر.
وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني الجديد قاسم جومار توكاييف بتعزيز الصداقة بين بلديهما وخصوصا على الصعيدين العسكري والنووي، وذلك بعد أسبوعين من الاستغالة المفاجئة للرئيس السابق نور سلطان نزاربايف. وقال توكاييف في الكرملين خلال زيارته الرسمية الأولى للخارج أنه سيبذل ما في وسعه لتعزيز الصداقة بشكل أكبر بين الشعبين، مشيدا بالعلاقات المثالية بين روسيا وبلاده إبان حكم سلفه. وأشاد بوتين أيضا بتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، مشيرا إلى تلقي خبراء كازاخستانيين تدريبا في روسيا. كما تعتزم كازاخستان إطلاق مشروع أول محطة نووية بمساعدة روسيا، حيث بدأت روسيا العام الفائت بناء محطة في أوزباكستان. واعتبر العديد من المحللين أن اختيار توكاييف لروسيا كأول بلد يزوره بعد تولي منصبه يؤشر إلى استمرار السياسة الخارجية التي تنتهجها كازاخستان، والتي تقوم على تحالف وثيق مع موسكو. صور المخرج يواكيم هيدن مشاهد من أحدث أفلامه أثناء عاصفة ثلجية في القطب الشمالي، لكن فكرة إنزال الممثلين وطاقم العمل في مياه متجمدة كانت مستبعدة، ولحسن حظه كان لديه خيار آخر. وفيلم تحت السطح تم تصويره في استوديو جديد تحت الماء افتتح في بلجيكا في مسبح عمقه 9 أمتار، بني خصيصا ليكون الاستديو المخصص للتصوير السينمائي. ويتضمن الاستوديو أرضية متحركة، وهو ما يعني أن بالإمكان بناء أماكن للتصوير على الأرض ثم إنزالها إلى المياه. وتقوم رافعات على جوانب المسبح برفع القوارب وغيرها من المعدات، كما يوجد عاملون لتدريب الممثلين. ويتضمن الاستوديو منصتين جافتين ومنصة مائية بها ماكينات للأمواج والرياح، يمكنها إثارة عاصفة مثالية لأي فيلم يتطلب ذلك. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.